السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جبت عيش من الفرن يا جماعة، وطبعا في ناس بتبيعه بجنيه، جنيه وربع، ولكنني جبته بجنيه. قلت له ب10 راح مديني 10 رغيفات من الفينو. قلت اوزنه بقى، يعني شوف ايه الدنيا ماشية ازاي. طبعا اصول الوزن ان انت بتحط، يعني بص، ممكن يفرق مثلا جرام ولا حاجة في الحركة بتاعتك، ما تتطرفش قوي، وفي نفس الوقت ما تحطش غير في المنتصف. تمام، دول يا جماعة 10 ب10 جنيه. تمام. قلت بقى ايه، اشوف بقى الوزنه بتاعته اخبارها ايه. تمام. يعني هو بتفرق 2 جرام 3 جرام، 2 جرام جرامين في الحدود دي. تمام، لان هو كله بيعتمد على البالانس. دي مثلا ممكن تبقى اكبر شويه، او 37، يعني ما بين 32 جرام مثلا ل 37 جرام. ممكن ال5 جرام دي تفلت منه شويه، بس يعني على اساس ان هو مش ما بيطلعش بصوره آلية. ده العيش الفينو، قلنا يا جماعة يعني نعمل ريفيو عليه على أساس نبين. طبعا في ناس بتبيع الأكبر من كده، ده يعتبر الحجم الصغير. وطبعا ده بلدي، ده الفينو البلدي. الفينو البلدي حضرتك ده بيتعمل عن طريق الناس اللي هي في الأفران العادية البلدية، وبيخش الفرن. إنما اللي فرنجي بيبقى ملمسه كده، وبيبقى آلي، وبيبقى بشكل يعني مختلف تماما. ده ملوش روح شوية. تاني ممكن يقعد يومين ولا حاجة خارج التلاجة في الشتاء مثلا. انما الطازة بطازة بيبقى حلو. انما بصراحة البلدي ليه طعم وليه مذاق، حتى الفينو بقى فيه بلدي وبقى فيه افرنجي. دول ب10 جرام. ممكن لو وزناهم كلهم طبعا مع الكيس، وسامحوني بقى في وزنة الكيس، يعني انا دفعت في ال10 جنيه، دفعت حوالي، طبعا هي لازم ليها يعني ايه، حاجة معينة بحيث كلهم يتحطوا، كلهم يثبتوا. يعني 333 جرام، يعني بالمتوسط على 10 تلاقي الوزن الواحد بيعمل 33، يبقى من 34 و 31 ولا 32. بص بقى، لو انا عملت كده مثلا بص بيختلف ازاي. عشان كده بقول لك الوزنه بتفرق، والوزنه بيبقى لها حاجات تانية. او شفت كده برضو انها وقعت حاجات بقى ورا بقى فاهمني. فانت تحاول على قد ما تقدر في الميزان تتجنب الاطراف وتبقى في منتصف الميزان. ويا اما بتحط حاجه بتعمل بالانس هنا مثلا، وبتلغيها من التيب، بحيث تبقى وزنها صفر. وبعد كده بتوزن عندك حله ولا حاجه بتحطها، وبعد كده بتخلي وزنها صفر عن طريق التيب، وبتحط الحاجه فيها، يبقى الحاجه الفعليه اللي جوه الحله هي اللي بتتقاس معاك وبتتعاير وبتعرف وزنها. تابعونا دايما لكل جديد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس. وتابعونا دايما في جولاتنا، في ريفيوهاتنا، في كل حاجة. ايه ده ما علينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.